السلام عليكم ومرحبا بكم في الهضره في العامر. اول حاجه غتكونوا لاحظتوها هي ان الحلقات مابقاوش كيتلاحوا في الساوند كلاود. علاش؟ حيت الساوند كلاود سيدي قال لك خاصك تخلص الا بغيتي تزيد تحط حلقات وحدين اخرين. اذا حنا اتجهنا لليوتيوب اللي بنبلك، يعني ما محتاجينش نخلصوا. دونك من هنا لقدام كاع الحلقات ديال الهضره في العامر غتلقاوهم في لاشين ديالي. كما كتعرفوا بلي الهضره في العامر هو واحد البودكاست اللي كنعرض فيه على الناس اللي كتجي كتعاود لينا على التجارب ديالها والاحلام ديالها. هاد الناس كتكون الناس اللي انا شخصيا كتانسبيريني وكتموتيفيني باش انني نحقق الاحلام ديالي. دابا قررت انني ندير ما بين حلقه وحلقه كنبارطاجي هاد الكونسيبت الجديد اللي مازال ما لقيتليش سميه، اللي فيه غادي نهضر بوحدي وغادي نحلل افكار ونحاول نلقى اجوبه لبزاف ديال التساؤلات اللي كنقدروا نطرحوها في حياتنا. كاملين في الحياه عندنا احلام وكاملين كنحلموا نديروا شي لعبه في حياتنا، وكاملين كتلقانا كنقولوا وبغيت ندير كذا، بغيت نمشي كذا، وبغيت نشري كذا. واني قليل اللي كيدير مجهود باش انه يحقق هاد الامنيات. هاد الاقليه ديال الناس اللي موتيفي واللي باغا دير شي حاجه في حياتها هما الناس اللي كنسمعوا عليهم في الزنقه اولا والدينا كيقول لك وهذاك راه كنعقل عليه ما كان عنده حتى لعبه وشوف دابا فين واصل. السؤال اللي كيجيني ديما كيفاش داروا هاد الناس باش وصلوا؟ واش هاد الناس زايدين علينا شي ضلعه؟ واش هاد الناس وصلوا حيت عندهم الزهر؟ انا حاولت نلقى اجوبه لهادشي، وانا غنقول لكم علاش الناس كتوصل الاحلام ديالها. اغلبيه ديال الناس اللي عايشه الاحلام ديالها راه كانوا حتى هما بحالي بحالك حتى لعبه، يعني ضربهم التقريده حتى النخاع. هذا المثال وهاد الهضره ما كتنطبقش على الناس اللي بوكو العاقه، يعني كيتولدوا وهما ديجا عندهم كونت في البنكه. رانا ناخذ مثال صغير شعباوي زنقاوي مغربي مكناسي. علاش مكناسي؟ حيت انا كبرت في مكناس وعارف شنو واقع تما، واني هذا المثال كينطبق على المغرب كامل. اسيدي انا انسان عندي 19 عام، من السادس مشيت للمدرسه، نهاري كيدوز كامل في الزنقه شاد الحيط ورقه وراكم تما. واحد الصباح فقت طلع ليا الحياه في الراس، هذا الروتين طلع ليا في الراس وبغيت نتمشغل، بغيت ندير شي لعبه في حياتي. حتى انا عندي احلام ويطلع لي واحد الفكره، تنقول دابا راه البرد، الناس كتلبس عليها الحوايج، كلشي عنده نقص في سروال السعاده. سروال السعاده كتقول الوالده، سروال الوالده هما الكولونات اللي كنديروهم من تحت السروال. عرفتي ضرب شي فراشه في راس الدرب دير لهم الريكلام 30 درهم للسروال وراه بالراحه. دونك هنا الانسان ديالنا طاحت عليه واحد الفكره زوينه بزاف، واني ما بين الفكره والتطبيق ديالها كاين بزاف د الحوايج. اول حاجه كيبدا بها الانسان هي التخطيط والدراسه ديال المشروع ديالو. واخا سيدي فراشه ديال سراول السعاده كيفاش غادي نديروها؟ خاص العاقه، خاص راس المال. اول حاجه الساط الا ما كانش موتيفي غيضرب الفقد في جيبو، غادي يلقاه كيصفر، غيضحك وغادي يقول ما انا خويا على هادشي اش بغينا في شي سعاده؟ اصلا الزنقه خاويه والناس ما عندها فلوس، اصلا كلشي شاري سروال السعاده في الصيف، ما اخويا بعد مني. هنا الساط ديالنا كيتخلى على الفكره وكيدوز بلان اخر. يعني في هاد اللحظه كيوقع الغربال، كاع الناس اللي على سبه اولا غير داويه في الخاوي فرا كتلقى السبه لاي حاجه باش ما ديرهاش، يعني كتحكم على واحد التجربه بانها فاشله واخا انت ما جربتيش وما حاولتيش. كاين نوع ديال الناس اللي غادي يقول واخا العاقه لقاو ليها الحل، واني عاين كيفاش غادي نهضروا على العاقه وحنا مازال ما عرفناش شحال غادي طيح علينا هاد البيعه والشريه، غنمشيو نسولو ما خاسرين حتى لعبه. الصاد كيمشي عند ولد خالته اللي عنده فراشه في السكاكين واحد البلاصه اللي معروفه مكناس فين كيبيعوا الشرايه. تيمشي عند مول تقاشر تيسولو العشير، تيعطيه اللاصق، تيقول له باللي راه خاصك تشري السلعه جمله من كازا اولا الشمال، وراه شي مرات مالين الكرو كيديروا مزيان في الثمن، وراه تخلص نص دابا ونص من بعد، وراك تما على الاقل خاصك شي 1500 درهم باش تبدا. دونك هنا كيوقع الاشكال. احنا لقينا المعلومات كامله اللي خاصنا، اشنو دابا باقي؟ كيبقى واش اننا غادي نحاولوا نفكروا في شي حل باش نلقاو الفلوس باش نبداو المشروع ديالنا، اولا غنقولوا تعنكيش هادي طلعت لكازا ولا الشمال ونصيف كدا ما عرفت كدا ما كدا ما كدا. حنا غنمشيو مع المثال ديال صاد موتيفي وباغي يدير شي لعبه في حياته. اوكي 1500 درهم كي غنديروا نجيبوا هاد 500 درهم؟ الدماغ كيبدا يدور، الحلول كتبدا تبان وشويه بشويه كنلقاو واحد شويه ديال الضو في واحد النفق كبير، تتقول غنبيع التليفون ندبر على كدا، غنسلف من عند عشير غادي يدبر عليا، ومن بعد الوالده الله يكثر خيرها تكمل لنا داكشي الا بقات شي حاجه وكذا. هنا لقينا الحلول، دابا خاصنا التطبيق ديالهم، وهنا كيبدا المأساة.
علاش؟ حيت كاع داكشي اللي خططتي ليه ما كيدوز كما بغيتي، يعني العراقيل. الشريك اللي كنتي عوال عليه يسلفك خوا بك، قطع التليفون مابقاش يجاوب. اللعيبه التليفون اللي كنتي باغي تبيع مشيتي للدلاله ضربوا فيك شفروا عليك قبل ما تبيعو، وبقيتي ربنا غرقت انا مابقاش عندك حتى لعبه. وهنا كاين جوج ديال انواع الناس، كاين اللي يقول لك كتبقى تشوف كتسخط على الوضعيه وكتبقى تقول شو تا وبغينا نديرو شي حاجه في حياتنا، بغينا نوضو حتى حنا نديرو عليش نعولو واني ما خلاوكش، ولا كيطيح عليك الضيم وكتأسم. واني عندك جوج حلول كما كنقولوا، يا اما غتبقى تقول في البشر وتقول فهمتيني راك تما وما دير حتى لعبه، يا اما غتقول والله انا معاكم في هذا البروجي تنشوفوا منين انا نخرج. نمشيو مع صاحبنا اللي غادي يشد في البروجي، انت راك ولد الزنقه ولد الدرب، راك عارف كيفاش الا بغيتي تضرب على صريف راك عارف. دونك الصباح كتفيق معمش بحال 5 الصباح مقطوع وكتمشي لاكري تضرب الصنادق مع راساتك، كتوصل 10 ديال الصباح كتلقاك ضربتي 12% حلالا مرزوقه عليك، كتفرح وكتقول الفتوح كتضرب ليها على الحساب، كتلقاها جايه 25 يوم ديال الخدمه. وهنا الغربال كيوقع عاوتاني، يا اما كتقول انا طلع لي هذا الشيء في راسي 5 الصباح مع ان خويا على هذا الشيء وكذا، وكتشد ديك 60 درهم تمشي للكولفازور تشري بميله وترس وكتبدا تسب في العائله الملكيه والبلاد. ولا غتقول والله حنا مع مو عاوتاني تنشوفوا فين هاد الحريره غادي توصل، ما خاسرين حتى لعبه. الماكله راه حنا واكلين مع مول الدار، السكنه حتى هي، الطوبيس راك سالتو، دونك 12% كامله كتجمع البروجي ديالك. كل نهار كتمشي تخدم مع راسك مع 5 الصباح، كتسالي كتدي ديك 12% الاولى ديالك كتخبيها لك، كضرب 15 يوم ديال التماره والهزه الصنادق وبلا ما كتحس كتلقى راسك بدلتي حياتك. شحال ديك كتفيق حتى 12 معمش ومكرر من الحياه، دابا وليتي الخمسه راك واقف واغاندي. تعلمتي بزاف ديال الحوايج مع الناس اللي كتخدم معاهم، وتعلمتي انك تكون انسان مسؤول. في 15 يوم تعرفتي على البياعه والشرايه واللي شافوك راك معقول وخدام على راسك، ولو كيعيطوا لك تبيع معاهم شويه وتشد الصرف كيدبروا عليك في الاخر ديال النهار بشي 40 درهم وشويه ديال الخضره للدار. كوش ضربه ما كتحس بالتلعبه كتلقى 12 يوم داز، في 12 يوم حسبتي كل سنتيم صورتي، ودابا جمعتي شي 1700 درهم. الفرحه شدك من الصبع الصغير ديال رجليك. اخر نهار ديالك قبل ما تشد ديك 12%، اصدقاء ديالك كاملين مفتخرين بك في لاكري وعارفين علاش خدمتي وكيفاش. واحد الشيفور منهم ديال الكاميو قال لك هاك النمره ديالي فاش تكون طالع كازا تجيب السلعه اولا للشمال، عيط لي ندبر لك في شي بلاصه في شي كاميو في بيليكي. وبقيتي كتشوف وكتقول باقي ناس الخير. كتشد الطوبيس مطرطق ديال 17 وكتوصل لداركم، كتمشي للدار كتلقى الوالده ديالك كتسناك، كتجبد ديك 12% وكتعطيها لها كتقول لها هاك يا الوالده. في عين الوالده ديالك كتشوف السعاده ما تتخيلهاش، كتعنقها وكتقول لها ولدك راجل الوالده وقاد بكتافو. الوالده ديالك بالفخر والمحبه كتقول لك هاكا ولدي البركه ديالك وراني نزدت عليها شي بركه باش نعاونك. كتشد ديك الرزمه ديال الفلوس وكديرها في جيبك وتدموع في عينيك، حيت اول مره كتحس براسك درتي شي حاجه في حياتك وجبتيها بدراع كتافك. كتنعس وانت كتحلم براسك حاط الفراشه وطير عليك الشقله وما كاين غير 40 درهم 40 درهم، ما بقاش. لا غدا قبل ما يصبح الصباح راك نايض واغاندي، كتمشي كتجري عند ولد خالتك اللي كيبيع التقاجر في السكاكين، تعطيك النمره ديال مول الكرو تيقول لك سير الله يسهل الامور. كتشد التليفون كتعيط لمول كاميو واش كاين شي خرجه لكازا، كيقول لك غدا مع 9 راه خارج كاميو. 9 ديال الصباح راك حاضر ناظر قدام الكاميو بالساكوشه ديالك فيها العاقه كامله ونص باكيطه فيها المرقه وشويه ديال الدجاج اللي قدات لك الوالده. طريق وغادي لكازا، في الطريق كضربك واحد الدوخه ما كايناش، افكار كيبداو يدوزولك. نارا الساط اش كدير؟ عندك 1700 درهم غادي دير فراشه، واش ما كتحس براسك كتبغي كدا؟ كتلقى مول الكاميو كيحل لك الباب كيقول لك نوض على سلامتك راك وصلتي. كتوصل عند مول الكرا ما نهضرش على اشنو كيوقع في كازا، كتوصل عند مول الكرا كتختار السراول ديالك، انت راك ديجا ضربتي فهمتي البوحاتات ديالك، اختاريتي غير اللوينات والشكيلات الواعرين الخسيو والحمري، وانت ساليتي هو الصاك ديالك ديال الطراماندو زرق وهابط تلاقى مع الصاحب مول الكاميو اللي غادي يهبطك معاه لمكناس. ما كتضرب 8 ديال الليل حتى كتلقاك في المحطه بالصاك ديالك الزرق، كتشد طاكسي للدار ديريكت، كتوصل كتدخل تلاقى مع مولين الدار، كتجبد حبه من الحاجه وكتعنى بهم بسراول السعاده. لا غدا الصباح بكري كتمشي للسكاكين كتشري متر على جوج الميكا بيضاء وكترجع كتجري للدار. كتضرب 12 ديال النهار راك في راس الدرب فين كنتي كل نهار عاصر، هاد المره راك حاضر ناظر بالفراشه، السلعه مستفى ناضيه وانت حشمان ما عارف ما دير. هنا الراس ديالك كيفيق وكيقول لك شنو كدير راس القرعه؟ فراشه
ما مركشيش. واش غادي يقولوا عليك عشرانك؟ واش جيران؟ وسناء اللي شحال هادي وانت كتبغي تبين لا راك شي حاجه، دابا وليتي حاط فراشه وكذا، تيجيوك واحد الافكار غريبه وكطيح في واحد الزوبعه غير متوقعه. شي كتسمع واحد الصوت من البعيد كيقول لك، وداك الصوت كيزيد بشويه بحال هكا، حتى واحد اللقطه كتسمع ديك ولدي شحال هاد السراول. كتحل عينيك كتلقى جوج ديال العيالات قدامك كيسولوا شحال الثمن ديال السراول. انت بديك التدهشيره وبداك الغفله كتقول لهم 40 درهم الشريفه، واني ليك نتيا نخليه ب 35 غير باش نسفالو، راه اول نهار ليله على الله. انت شوفي الكاليتي ديال اسبانيا واخر موديل. كتحل الميكاب بواحد الطريقه فنيه الليل كامل وانت كتريني عليها. السروال كيخرج من الميكاب داكشي ديال الرالونتي، كتسمع ديك ديال السروال فاش كيتطلق، كتقول لا انت على لا الا لقيتي ما حسن نخلص لك الطوبل. عمرها كضرب على السروال كتقول لك 25 دي جوج، كتقول لها الله يسخر، شد ديك ال 50 درهم خضرها بحال هكا كديرها في جيبك. المرة كتمشي فحالها وانت كتعاود تجبد ديك ال 50 درهم كتشدها بيديك بجوج وكتشوف فيها. فهاد ال 50 درهم كيبان لك كاع داكشي اللي دوزتي باش توصل لهاد اللقطه من حياتك، كاع ديك التماره ودوك المعاناه اللي عشتي. كتشوف فيها وكتفتخر براسك، كتفتخر براسك حيت درتي شي لعبه، حيت شفتي راسك فين كنتي ودابا شفتي راسك فين وصلتي. ما وليتيش مليونير ولي وليتي كتر، وليتي انسان اللي مشى وتقاتل باش يفرض ويحقق واحد الفكره. واهم حاجه دابا هي انك تزيد الفكره لقدام وتزيد بهذا المشروع لشي حاجه اخرى. اللي صعيب هو البدايه، من اللي غادي يجي مورا غادي يكون صعب، وين انت ما حدك كتزيد وما حد الشخصيه ديالك كتقوى، تولي عندك واحد الطاقه اللي ما تقدرش تتخيلها. كتولي اهم حاجه هو انك كتامن باللي ان الا خدمتي على شي فكره راه غتقد توصل لها. هاد القصه هي قصه اختارتها باش نوريكم كيفاش انك من لعبه تقد تخلقها، وبلي المهم ماشي هو فين غتبدا او لا اشنو غادي دير، المهم هو شحال ديال الطاقه وشحال ديال التماره غتعطيها في داك الفكره او في داك المشروع. كما قلت، ما بين انك تحلم وانك تعيش الحلم راه كاينه التماره الكحله، راك غادي تبكي، غادي تعاني، راك غادي تبقى بوحدك. والسؤال هو واش انك مستعد دير المستحيل باش توصل، او لا تلقى اول حيط او لا اول باب مسدوده قدامك غادي توقف وغادي تبدا تسم، او لا غادي تهز على كتافك وغادي تحاول تنقص داك السور او لا تحل ديك الباب، تفرقعها ودير اللي بغيتي باش تشوف اشنو كاين موراها وتمشي بعيد. اي حاجه بغيتي ديرها راه خاص تخطط ليها ودير دراسه لازمه باش انك توصل ليها. اما الا بقيتي كتحلم وكتمنى راه بقيتي تما. تخيل عشيرنا وكان في نص الطريق سمح في العالم وقال طلع ليه في الراس هذا الشيء، راه كان راه باقي في راس الدرب عاصر. واني مني تقاتل ودار المستحيل دابا راه في راس الدرب عاصر، واني على الفراشه ديالو وعلى المشروع ديالو اللي كيامل به، وراه مدخل النهار ديالو. وكما كان الحال راه دار شي حاجه، وراه الا كمل في داك الشيء وخطط مزيان راه من هنا عامين يقد يدير شي حوايج اللي ما تقدش تتخيلهم. واني باش يوصل لهذا الشيء راه دوز شهر ديال الخدمه والعذاب. يعني اللي بغيت نقول لك حتى حاجه ما كتجي بالسهل، واني كل شيء ممكن. هاد النهار ما كنقولكش سير دير فراشه وبيع الحوايج، تقد ديرها وراه ما فيها عيب، المهم هو انك تخدم عليهم. وهاد النهار عندنا بزاف ديال الحوايج اللي سهلوا علينا الحياه وعطاونا الطرقان لاحلام كبار واحلام مختلفه. وهداك الشيء في الحلقات الجايه غنهضر عليكم اكثر على هاد البلانات ونتعمقوا اكثر في الموضوع. تهلاو في راسكم ونتلاقاو السيمانه الجايه مع حلقه ديال الهضره في العامر مع انسان في شكل اللي عنده افكار في شكل ولا غادي موتيفينا وانسبيرينا باش اننا نخدموا على احلام ديالنا ونخدموا على البروجيت ديالنا باش نديروا شي حاجه ونبدلوا البلاد ديالنا ونبدلوا العالم. متنساوش تبارطاجيو الحلقه مع الناس اللي كتبغيو. نقول لكم تهلاو في راسكم. بيس.